لو بتعاني من التساقط الشديد في شعرك الفيديو ده عشانك. هكون معاكي دكتور ياسمين سعيد، صيدلي كلينيكال. قبل ما تجري تشتري امبولات الشعر وبخاخات علاج التساقط وتصرفي فلوسك كلها عليهم، وطبعا دلوقتي الشركات بتنافس بعضها وبصراحه العروض مغريه جدا، لازم تعرفي ايه سبب تساقط الشعر عندك الاول. اسباب التساقط كتيره جدا، ولكن اشهرها عند البنات انيميا نقص الحديد، ودي بنعرفها عن طريق تحليل دراسه الحديد او ايرن بروفايل. وكمان ممكن يكون السبب خلل في الغده الدرقيه، وده بنعرفه عن طريق تحليل ثايرويد بروفايل او تحليل الغده الدرقيه. وطبعا كلامي ده مش معناه ان الامبولات وبخاخات علاج التساقط مالهمش لازمه، ليهم دور ودور فعال كمان، ولكن هيبقوا عامل مساعد مع علاج السبب الرئيسي للتساقط، سواء نقص الحديد، خلل الغده الدرقيه، او اسباب التساقط الاخرى، وعليه هتلاقي نتيجه فعاله وتتجنبي بقى تصرفي فلوسك على منتجات كتيره جدا وفي الاخر التساقط مش بيتعالج. حباكم تشاركوا معايا في الكومنتس على الفيديو ده عن تجاربكم مع تساقط الشعر، ودمتم في احسن حال وصحه وراحه بال. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان تفيد غيرك، وما تنساش الفولو عشان يوصل لك كل جديد.